بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في بلوغ المرام، باب الوضوء. قال في حديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة، أي مع كل وضوء. فإذا توضأ الإنسان وبدأ بالمضمضة فإنه يستعين بذلك السواك يشوص فاه حتى ينقيه ويطهره مما فيه، أو بعد الوضوء مثلا. ولكن الحديث قال صلى الله عليه وسلم فيه مع كل وضوء، والحديث صحيح، صحه العلماء، أخرجه مالك وأحمد والنسائي. ويعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق على أمته ممن لا يتحصل له السواك وأن يتكلف ذلك، وهذا فيه ترغيب وسنة مؤكدة يحرص الإنسان عليها عند الوضوء، بأن يستعمل ويستخدم السواك أثناء مثلا المضمضة ونحو ذلك. 30. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه 30. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات، غسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، متفق عليه. إذن هذا الحديث فيه رؤيا عثمان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصفه وصفا دقيقا بأن غسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض، ثم واستنشق. المضمضة والاستنشاق بكف واحد، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرافق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، لم يراوح بينهما أو يتناول هذه مرة وهذه مرة، لا، اليمنى ينتهي منها ثم ينتقل إلى اليسرى، ثم مسح برأسه. ولم يقل في هذا الحديث أنه أقبل بهما وأدبر، وهناك أحاديث أخرى تبين ذلك. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى، ثم قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أو توضأ نحو وضوء هذا. 31. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه 1، أخرجه أبو داود، أي لم يكرر المسح، فقط 1، أخرجه أبو داود. 32. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فإذن هذا هو الأوضح، وهذا هو الأصرح في ذلك، أنه يقبل بهما ويدبر، يبدأ بمقدم الرأس ويدبر بها ثم يرجعها إلى مكانها، وهذا هو الأسلم والأصح. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه، هكذا
أخرجها أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. إذن هذا فيه وصف دقيق أنه وضع الأصبع المسبحة في الأذن، في فتحة الأذن، ثم بالإبهام يعني يمسح بهما ظاهر أذنيه. 34. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. يستنثر 3. وهذا فيه يعني كأنه الاستنثار خارج الوضوء، يعني مستقل. إذا وجد الإنسان أنه قد استيقظ به تعب أو إرهاق أو نحو ذلك ويتكلف القيام لصلاة الفجر ونحو ذلك فليستنشق، لأن الشيطان ينام أو يبيت على خيشومه. وهذا فيه يعني وحي، وإلا فمن يعلم أن الماء هو الذي يذهب أثر ذلك المبيت من الشيطان، إلا أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن الماء يؤثر فيه، لأنه شيطان من نار، والماء يطفئ أذى هذا وأثر هذا الفعل. نسأل الله السلامة والعافية. وعنه رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. إذا العلماء يتكلمون في قضية غسل اليدين 3. ما الحكمة في، أو ما هو نوع ذلك المبيت لليد، أين باتت يده؟ هل بأنه قد وضعها في أماكن مثلا نجسة من جسده وهو لا يدري، يعني يحتمل ذلك، أو أنه يعني باتت يده بأن مرت عليه مثلا نوع من السحالي يعني أصحاب السموم من الزواحف ونحو ذلك، فقد تؤثر عليه وتضره إذا تمضمض مباشرة، إذا تركت أثر السم على يده مثلا، أو أن الشيطان يبيت على يديه. وذلك كله لا يوجد به جزم، ولكن فيه يعني الأمر بغسل اليد من النائم من الليل، وليس من قيلولة النهار والظهيرة، بل من الليل. إذا استيقظ يغسل يده 3 ثم يتوضأ 3، فتكون العدد 6، ولا يستكثر ذلك، فذلك يخص فقط الليل، القائم من الليل، فإنه يغسل يده 3 قبل أن يتوضأ. وهذا لفظ مسلم. 36. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء أي أعطي كل عضو حقه ومستحقه، ولا تتعجل فتترك شيئا من يعني العضو ولم يصبه الماء، فالتأكد من ذلك. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. خلل بين الأصابع، يعني كثير من الناس يعني فقط يفكر في يعني التخليل، يعني الرجل، أيضا اليد، فبعضهم عنده يعني يد كبيرة وفيها يعني فيتأكد منها، وكذلك الرجل. وهناك حديث يقول حتى لا يتخللها النار، ولكنه لا يصح رفعا، وقد روي عن سفيان الثوري رحمه الله أيضا، فلعله يعني في حكم المرفوع أو نحو ذلك، ولكني لا أرى أهل العلم يصححونه. ولكن هناك أمر: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق، خذه مع شدة الشهيق، وذلك حتى يمر على جميع يعني الأنف ومجاري الأنف حتى ينظفها ويذهب أثر الأضرار التي يعني دخلت من الأنف وترسبت في الخياشيم ونحو ذلك وفي
مجاري التنفس فتضره، فذلك فيه يعني منفعة عظيمة، إلا أن تكون صائما خشية أن يقع شيء من ذلك الماء في جوف الإنسان. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض، وهو المضمضة والاستنشاق. نعم. 37. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. يخلل لحيته، يأتي بالماء ويخلل اللحية من داخل اللحية، ويتأكد من وصول الماء إلى يعني أعماق البشرة ونحو ذلك. ولم يفرضه صلى الله عليه وسلم، فدل على الاستحباب وليس على الفرضية، فكان من فعله صلى الله عليه وسلم، وفعله سنة واستحباب وتأكيد، وذلك من حرصه صلى الله عليه وسلم. 38. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، يعني ليس مدا كاملا، فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصاحب ابن خزيمة. فأخذ يدلك ذراعيه. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. أخرجه البيهقي. ولهذا بعض العلماء يستحب أخذ ماء جديد بعد أن تمسح الرأس تقبل بهما وتدبر، أن تأتي بماء جديد وتمسح به يعني الأذن، يرونه استحبابا لهذا الحديث. ولو مسح من ماء الرأس نفسه الذي أخذه للرأس والأذن فلا بأس بذلك ويجزئ. فإن أخذ جديدا فاستحب بعض العلماء ذلك لهذا الحديث، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ: ومسح برأس ماء غير فضل يديه، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني لم يفضل بيديه بل بماء جديد. نعم. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.